ما عندك ثقافة، ما عندك زخم ثقافي، ما عندك وعي، مو دارس هذه المسألة، لا تقدم الله يحافظك. فدائما تنازل عن عطل البحريني، دائما البحريني هو اللي يتنازل، دائما هو الحبيب، دائما هو اللي يتنازل عن شيء وما حد يسأله رايك. شوف هالاشياء مكررة على هذا الشيء، ان اليوم مسلسل يبيونه ينجح، وانتجنا مسلسل ووزعنا بيزات 5 بنات في فيلا عندهم شركه، عمهم مات قاموا يتهاوشون على الورث، امهم لازم ويل شير، ابوهم ينجلط، نفس الثيم ونفس البنات، نفس الشيء. شنو ذي؟ شنو اللي قاعد يصير؟ جلد اليوم حاسبه والله. شنو ذي اللي قاعد يصير؟ شيء تجاري بحت. لا، وصار ما في شيء اسمه ناقد. تنقد معناته ان انت زعلتني، انقد العمل ما نقدك انت. ما يتقبلون شخصي لا، ما يتقبلون طبعا. السوشيال ميديا قاعد يدمر عيالنا، يدمر اهالينا، اللي قاعد يصير يحسونه بفرط. لا تحط اللوم علي انا ان اربي عيالك، انت اللي تربي عيالك، انت اللي تحط بالك على عيالك. اذا ولدك راح يتاثر من واحد ولا واحده ولا واحد، ساعات تصير مو واحد وواحد، يصير واحد شلون في واحد في الوسط كذي. اذا راح يتاثر من ذي، فانت شو التربيه ذي مالتك؟ الحين قلنا الاعلام، بنفس الوقت تشوف نقول اعلام السوشيال ميديا، تعرض دف اعلامي، يبيع سمبوسه اعلامي، صرنا يعني الكل دايس فينا، موز اسكريم اعلامي. فعشان ذي يصير مهم وممكن يخدم الاعلام بسيطه، ادرس، اقرا، ثقف روحك. يا مرحبا العمدة. يا مرحبتين، يا مرحبا، يا مرحبا، نورتنا حبيب. وما قصرت، أول شيء على ثقتك فينا، واجب، وتلبيتك هالدعوة اللي فعلا تاج على راسنا، واعتبر وسام بيكون على الصدر. حبيبي ما قصرت. العمدة يعني أول لقاء بودكاست في تاريخك الإعلامي، يعني ما قط ظهرت لقاءات بودكاست. يمكن احنا نبي نعرف فرضا ليش ما كنت تحب اللقاءات مع ان انت في مجال الاعلام؟ هو اول بودكاست لسبب وايد مهم. السبب الاول، انا تابعت ضيوفكم، ما تابعت من متابعينكم او عدد متابعينكم، ما يهمني. يعني حتى لو كان متابعينكم 10 بس كنتوا تقدمون شيء محترم، شيء يحترم عقلية الناس، شيء له مستوى من الشرف، فهذا يكفي. مو معنات كلامي ان باقي الجهات اللي كلمتني او يعني المجموعات اللي احد خبر صار البودكاست صار هبه، فمو معنات قصورا فيهم، ولكن بالنسبه للي كلموني مو كنت هذه اللي اطمح، يعني مو هذا اللي اطمح فيه. شفت ضيوفكم، شجعني. ثاني شيء ان انتوا اتوقع هذه توكم في هذا الموضوع تقريبا 4 شهور الحين. اي، فهذه وعددكم قليل، فصار عندي طموح فيكم ان شاء الله بتمشون على نفس ذي الاساس ونفس ذي الدرب. فبالعكس انا شكرا انكم اخترتوني اساسا يعني كل البحرين والخليج كل من يفتخر فيك حبيبي، ويعرف ان حبيبي. انت دورك حبيبي في الاعلام مو بسهل. مواقفك من احنا صغار لين ما كبرنا اليوم قاعد نسمعك، وما تغير علينا يعني الحس والفكاهة وكل الطروحات اللي طرحها الأستاذ والفنان عماد عبد الله. الله يسلمك عماد عبد الله. في الغزير، ندش في الغزير أو نقول احنا كبداية اليوم في برنامج هذه قصتي معبر منصة فخر، زين بيكون نبي نعرف قصة الفنان عماد عبد الله. شنو قصتك من بداية من طفولتك، يمكن نقول لبداية مسيرتك مجال الإعلامي؟ يعني أنا قصتي مو قصة مثيرة أو شيقة، ولكن فيها بعض الأمور اللي إن شاء الله يعني إن شاء الله تكون لو بشكل بسيط جدا عبرة للجيل
توه يبدأ حياته الاجتماعية والعلمية الثقافية. أنا ما كان يعني قصتي من صغير في لي ميول فنية في المدرسة في الكشافة، لكن مو في بالي بالمرة أن أنا يكون لي علاقة بالتلفزيون. يستهويني التلفزيون، الإذاعة المدرسية، اللي يشجع على ذلك. بعد من أنا صغير وايد أحب أقرأ، بس مو كتب المدرسة. مو كتب المدرسة ما أحبها في عيشة الله من أنا صغير، ولكن الكتب الخارجية أعشقها عشق. هذا طبعا لا سبب، يعني سالفة القراءة حبي لها هذا موضوع آخر بندخل عليها بعد. بندخل عليه. بس في بالي تعرف واحد مراهق مو عارف ايش تبي في الدنيا، يعني ما ساعات تقول ابي اصير ضابط، بعدين تقول ابي اصير مهندس، اللي هو الكلام المعروف، اصير طبيب، طيار هاي وايد وقفت عندي. وايد وقفت عندي حلم ان انا اكون طيار، ولكن هي شيء صدفة كذي، لا علاقة ب قضية الفلسطينية. أول انتفاضة كان عندنا مدرس وهو إعلامي كبير، الله يرحمه، عاطف السلطي، رحمة الله عليه، ومعروف في تلفزيون البحرين، وهو مدرس لغة عربية، وهو أردني من أصل فلسطيني. فكنا في المدرسة ويبي يسوي مسرحية عن القضية الفلسطينية واسمها القضية. طبعا أنا عياس أدورها المسرحية، ما ذيك الأيام يعني يمكن ما أتذكر. أول انتفاضة كانت ما بقول تاريخ غلط، ولكن في نهاية الثمانينات، يعني لو أطفال الحجارة وكذا وذي ده الشيء. فطلب من الطلبة اللي في الصف، كان درسنا اللغة العربية، وعلى فكرة هو السبب بعد اللي خلاني أحب اللغة العربية، في واحد ثاني بعد خلاني أحبها، إن شاء الله بني على موضوعه. من حاب يشارك في هذه القضية، تعرف منفعلين وكذا، وعواطفنا أطفال مثل الأطفال اللي الحين منفعلين بهذه القضية، مثل الحين كنا قبل نفس الشيء. هذه دليل على أحقية القضية، وهذه دليل أن هذه شيء من رب العالمين، وعلى ثبات الحق، والحق بين. عموما دشيت خشبة المسرح، غير في موسيقى، في مؤثرات، استهواني الموضوع. بديت في المسرح، عملين مع نادي مدينة عيسى، تخبر مع المدينة. لها قصة بروحها. ومدينة عيسى، نادي مدينة عيسى في ذاك الوقت كان نشاط مو طبيعي، نشاط ثقافي مو رياضي، ثقافي، وكان يضم وايد من الممثلين. على فكرة أنت راح تستغرب، وايد ممثلين فنانين يطلعوا من مدينة عيسى، من ضمنهم الفنان الكبير جمعان رويعي. نعم. أنور عبد الله أستاذنا طبعا. الله يرحمه المخرج عبد الله السعداوي، شارك بشركات، يعني بداياتنا كانت في هذه. تبناني في ذاك الوقت فنيا الأستاذ والكبير والإعلامي، واللي ما أخذ حقه إعلاميا بالمرة، الأستاذ خليفة العريفي. نعم. على فكرة هذه يعني هاي بعد رقم 2 في موضوعي، ان انا قبل كنت احب القراءة واترك، هذه خلاني اعشقها ما شاء الله. خليفة العريفي تبناني مسرحيا، رحت مسرح أول من نادي المدينة، رحت مسرح أول. طبعا الدراسة ماشية، عماد آخر ثانوي بعد خفقة عجيبة. يعني رايح ماشي ليه ثاني ثانوي ممتاز، تعال واخفق، لأنه صار شنو الخافقة يعني؟ نبينا مشاهد يبي عارف شنو الخافقة في التوجيهي أخوي. يعني ما صارت علي عادات. أنت وصلت توجيهي؟ اي طبعا. اوكي. وخلصت يعني توجيهي؟ اي خلصت، بس عاد عدتها. شنو الخافقة ذي كانت؟ بس 8 مواد عادة كانت. وايد؟ لا اي 8. لأن التوجيهي سلمك الله ما داومت، مداوم في المسرح. يعني نقول الشغف كلني كلك عن
عدتها طبعا باصرار وتحدي، والحمد لله جبت مجموع وايد زين. بس بعد مو بعرف انا شابي، بس كان في عندي جانب سالفه علم النفس وعلم ذي وقرايه في علم النفس. الحين بيقولون هاي واحد يحب الامور المعقده. لا علم النفس ترى بحر رهيب. المهم رحت مصر ادرس على حساب الوالد، وقعدت فتره هناك فوق 2 الا تقريبا. وانا هناك كانت ازمه الكويت الحبيبه، الكويت الغاليه. يا ما شاء الله كله في ازمات اشوفك الاحظك. انا يسموني عماد ازمات فعلا. يعني التذكر من ازمه لازمه كله بالازمات قاعد. لا كنت في مصر ايام غزو الكويت، ولما تحررت الحبيبه الكويت صار في طبعا اشتغلت بعد فتره في والله احنا المشكله الذاكره اخوي. هاي كانت 1991. اي كنت فترتها بعد اشتغل في الجمارك. انت كنت في يعني كنت في الجمارك قبل لا يعني قبل ما اروح الكويت، قبل لا تروح الكويت. اي كنت في الجمارك قبل ما اروح الكويت. أوكي. اي اشتغلت في ايش كثر تميت يعني في الجمارك؟ ايه؟ سنه بالضبط يعني. مع انه حلم اتوقع ناس وايد كانوا يكونون في اداره الجمارك. انت على ايامك يعني نقول ذيك الفتره ما كان طموح اللي في الجمارك ما شاء الله طموح عالي يعني. ما كان حلمي ان انا الى الان على فكره ما كان حلمي ان انا اكون موظف. اي يعني انا ما الى الان ان انا مو حاب ان انا اكون موظف. يعني خصوصا اليوم عماد عبد الله مختلف اليوم. اي بس بتسمعون شيء جديد. لا انا ما احب ان انا اكون موظف. يعني تعرف انا لو رب العالمين معطيني خير والحمد لله على النعمه كان حشي علي ما توظفت. ويعتبر طموح الوظيفه قيد سلسله من الحديد على رقبه الانسان. مو شرط على فكره كل الكلام اللي انا اقوله يكون صح، انا قاعد اقول قناعاتي. كمل قصتي. رحت الكويت، ما قصرت الكويت معانا في شيء لدراسة المسرح. طبعا انت رايح تدرس مسرح، زين في عماد في وظيفة حق مسرح في الديرة ما في. يعني كله كنت تبين انه كله قاعد يسوي روحك. اي يعني كله قاعد تجاكم يعني رايح ما تدري ايش حبيبي. ايه هاي زين ولا مو بزين الشيء؟ بعدين اكتشفت مع العمر ان قبل انا كنت وايد زين ان انا ما افكر شنو بعدين. اوكي الحين يوم قمت احسب للامور 1000 حساب مليون حساب، هذا اللي مو بزين لسبب اذا ذكرتني بعدين بقول لك شنو ان شاء الله. رحت الكويت ويعني وحظيت من احلى ايام عمري. 4 سنين الكويت هذه احلى ايام عمري. يعني اول سنه او اول كورس كنت جاي كل اسبوعين مره البحرين، بعدين كل شهر مره، بعدين ما شافوا وجهي كورس كامل. دشيت عاد في عالم المسرح وكذا وذي، وما بيطول لان القصه طويله، ما بيطول عليك. هناك الكويت هاي بروحها لها قصه طويله طويله طويله. يعني احداث وايد مرت علي، اخوان احب اتعرفت عليهم هناك، اخوان دنيا، احداث كبيره طويله. جيت البحرين. وين تشتغل يا ريال؟ ما اعرف. خليفه العريفي طبعا هو يعتبر يعني اب روحي، قال لي خلني اقدم لك في التلفزيون لان في تخصص اخراج عندي كاخراج تلفزيون. قلت له يعني الحين خلاص الحين صارت صجيه. قدم في التلفزيون. حظي كان وايد زين، انا حظي وايد زين ذاك الفتره اكثر من وايد شباب الحين اشوفهم يعني ينتظر الوظيفه او يشتغل بعقد وينتظر. فاقول بيه الحمد لله احنا اول ما جينا سيره توظفنا،
هاي شباب يقعدون بالخمس وست سبع سنوات بعقود. المهم قالوا لي التلفزيون ما في شاغر مخرج، اقعد في الإذاعة تمبريري. هاي تمبريري صارت 27 سنة، لحن تمبريري، لحن ما في شاغر في التلفزيون. كلام كبير ترى. لكن شوف يعني سبحان الله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. رب العالمين اللي صار دي كلها يصلح لي. اوكي. ان انا كنت ابي التلفزيون، لكن رحت حق مكان وايد احلى واجمل وارقى، ولا مكانته والناس اللي كانوا موجودين في الاذاعه كل واحد فيهم وواحده فيهم مدرسه. فكأني طلعت من جامعه دشيت في جامعه ثانيه، كلهم عمالقه. ما ابي اذكر اسماء، المشكله لان اخاف انسى احد فيهم، وحرام انسى احد فيهم. يعني انا في يوم اروح كان في كبار، يعني حسن كمال، خالد، عايشه عبد اللطيف، بدريه عبد اللطيف، الله يرحمه، يعني ايضا احتضني ايضا فنيا واشتغل معاي من اعمال فنيه دراميه، الاستاذ الكبير الله يرحمه ابراهيم عيسى، الله يرحمه، ابو فهد، ويسمونه ابو الذهب. ابو الذهب، اي، لانه هو اكثر مخرج اذاعي حاصل على جوائز ذهبيه في مهرجانات عربيه وخليجيه، الله يرحمه ابراهيم عيسى. وخليفه العريفي ايضا كان يشتغل في الاذاعه، وما ابي انسى والله يا ريال، كبيره اسمها امين الشملان، سعيد الحمد، كريم الزيداني، طالع قاعد اقول لك من اسامي لها يعني. امينه حسن، فتحيه الجهوري، ثقال يعني. انت قاعد يمين، هذه البدايات المسيرة. يعني بدايتي انا ياي صغير شيء، كان عمري حزاته 25 صغير 25. فياي ناس هالخبرة طويلة وهالتاريخ، الله يرحمك يا نبيل العلوي، عبد الواحد درويش. والله انك انت تمشي في الممر، شلون انسى اختي الغاليه استقلال احمد، عسى ربي يشافيها وتقوم بالسلامه يا ربي. ان شاء الله. تمشي في الممر تخاف، لان في كل استديو عملاق وفي كل مكتب تاريخ، وتقعد عاد تاخذ شويه من ذي وشويه من ذي وشويه من ذي وشويه من ذي. ومشت مسيره الاذاعه والنسى المسرح، وبقيت في الإذاعة. هذه يعني ل 25 سنة تقول؟ عمري تقصد ولا في الإذاعة؟ في الإذاعة أنا بديت، عاد احسبها أنت، أنا بديت 97 كرسمي. 97 أنا 91 كنت أروح الإذاعة أسجل أشياء، يعني كان في برنامج اسمه، سجلته في 90 91 اسمه المسيرة، مع من مسجل؟ مع تشوف من عبد الله ملك، احلام محمد، عماد عبد الله، ما شاء الله. والمخرج خليفه العريفي. وهذه برنامج رهيب للكاتب الرهيب العظيم اللي بعد ما اخذ حقه اعلاميا، الاستاذ الكبير المدرسه لحاله، عيسى الحمر. هاي بروحها مدرسه، ما شاء الله، عيسى الحمر. على سالفه ما اخذ حقه اعلاميا، شكلي بقول وايد ما اخذ حقه اعلاميا. ايه يعني اشوف ما شاء الله وايد تذكر اسامي، يعني انه ما اخذوا حقهم في اعلاميا، لكن شوي بنتطرق. انت قلت من مجال المسرح الى مجال اللي هو الاذاعه، زين، مجال التمثيل التلفزيون، زين. ما مثلت وايد، لا بس نفس الحاطه. تقصد نيران؟ هذا قبل ايش كثر اوادم
قام يتهوشوا مسبتي. انا الدور فاجأني. جابر اي غانم جابر إيه هو اخوي اخوك جابر إيه. كان اللي هو الاستاذ الكبير الله يعطيه طولة العمر، استاذ جاسم النبهان. هذه ما كان دوري، هذه انتوا يمكن تاخذون المعلومه اول ناس حلو تعرفونها. غانم ما كان دوري، كان دوري البناي. دور الاستاذ الفنان عبد المحسن عبد النمر. لا تسألني على التفاصيل، بس هل يعقل الفنان الكبير النجم عبد المحسن عبد النمر اي كل يوم او كل يومين من السعودية ياخذ بس 4 أدوار؟ اوكي، اللي هو لانه كان هو دور اللي هو غانم. ايه، فدائما تنازل عن عطل البحريني، دائما البحريني هو اللي يتنازل، دائما هو الحبيب، دائما هو اللي يتنازل عن شيء وما حد يسأله رايك. فجأة صار دوري غانم. يمكن يسأل علي الحين الأستاذ الكبير أحمد المقلي، لكن لا حبيب وبالعكس عزيز، لكن لازم يعرف أن هذا الشيء في قلبي من زمان. يوم قريت غانم ما قريت، يوم طلبت النص يابوا لي 4 حلقات. 4 حلقات عشان يطلع الصوت صح. 4 حلقات. قلت لهم يبوا النص كله. انت ما كنت متوقع انه، لأن لازم تقرأ النص كله، لازم تعرف هذه غانم إذا شلته من النص في شيء بيتأثر، إذا في شيء إذا بيتخلخل معناته غانم وجوده مهم في المسلسل. إذا شلته ما تأثر المسلسل ممكن يمشي. ليش أشتغل معاكم أساسا؟ أنا مو شغال عشان لا شهرة ولا فلوس، للعلم أنا ولا عمري فكرت لا بفلوس ولا بشهرة، بدليل أنا الحين فقر. كله عشان البلد وكله عشان ذي، ويحطون لي اغنيه تبين عيني، بس اقول ان شاء الله بس انا تبين عيني بس تعبنا كلنا. واحد ضيف من برا يطخ له 50 60 الف عادي، لكن انت لا، انت ولدنا، انت مو بولدنا، بس احنا ولع بصنع، احنا ولدنا زين. انا دش جد يا جماعه ويعطيني قاطه كذي بس خليني اضحك. قريت غانم حبيته، لا حبيت غانم. قلت حق استاذ احمد واحنا كررها، شكرا على هالدور. اللي ساعدني في هذا الدور اكثر اللي هو الاستاذ جاسم النبهان، لانه كان يعيش معاي نفس الدور. بس عقب بعد عقب ولا قبل اشتغلت في مسلسلات اطفال منها بحر الحكايات مع الاستاذ محمد سلمان العزيز الحبيب. محمد سلمان عسى ربي يطول بعمره، وكان له تأثير قوي هذا المسلسل. ومع الأستاذ الكبير جمال الشوملي كلمة طيبة إن شاء الله. خامات إيه بس تركيزي كله كان إذاعة. طبعا في شيء جملة طلعت إن عماد اعتزل، من وين يابوها الله العالم، من اللي قال لهم الله العالم. اعتزل من التمثيل. بس الحين أنا بعطيك إياه يعني شيء حق الناس تشوفه حصرية. لو ياك يعني عمل انت تحبه ولك حقك فيه عدل، مو نقول ماديا او كثر ما هو اليوم تاخذ حقك في العمل. بعد انت ما تبيني ماديا ناخذ؟ لا مو نقول ماديا يعني بس هاي نصيبي في الدنيا. يعني نصيبي كله لازم انفلس. زين نقول ماديا ونقول يعني ترجع. ليش ما يصير ماديا يا جماعه؟ ترجع للتمثيل ولا ما ترجع؟ انا ما طلعت منه عشان ارجع، انا امثل في الاذاعه فتره وايد يعني نقول كبيره انت وقفت عنها. عمل محترم حط تحتها 7 خطوط بالضبط. عمل محترم يحترم الناس، يحترم عقل الناس، ما يأثر على الاجيال ذي اللي جايه سلبا. اطلع في العمل وانا محترم نفسي،
ما يكون عمل ساذج ولا عمل بس لأنه سوينا مسلسل وانتجنا مسلسل ووزعنا بيزات 5 بنات في فيلا عندهم شركه، عمهم مات قاموا يتهاوشون على الورث، امهم لازم ويل شير، ابوهم ينجلط. نفس الثيم ونفس البنات نفس البراطم ونفس الحواجب ونفس الفلر ونفس ذي. شنو ذي؟ شنو اللي قاعد يصير؟ جلد اليوم حاسبه والله. شنو ذي اللي قاعد يصير؟ شيء تجاري بحت. لا تشوف هالاشياء مكرره على ذا الشيء، ان اليوم مسلسل يبيونه ينجح وايد يعني حتى بعد ما احترامي يعني في رمضان مع احترامي في مخرجين وايد جيدين دشوا في ذي الدرب. يعني راحت مهاراتهم، راحت مهاراتهم. بيزعلون. تعرف ليش بيزعلون؟ ليش من هالكلام؟ لأن قبل كان في عندنا نقاد فنيين أمثال الأستاذ الكبير يوسف الحمدان يكتب في الجريدة، وغيره من نقاد دارسين تحتها خطين. دارسين تحتها خطين. واحنا تكلمنا مساء قبل عن سالفة الدراسة يعني والقراءة والأخوة. ما عندك ثقافة، ما عندك زخم ثقافي، ما عندك وعي، مو دارس هذه المسألة، لا تقدم. الله يحافظك، لا تقدم، مو لعبتك. الحين احنا ليش بيزعلون؟ اقول لك المخرج يزعل لانه ما في نقاد، وصار ما في شيء اسمه ناقد. تنقد معناته ان انت زعلتني. انقد العمل، ما نقدك انت. ما يتقبلون شخصي؟ لا ما يتقبلون طبعا. ما تقبل. اذا قلت له ترى لو واحد فيهم بيقول لي بيقول لك حاقد يتقبل، بيكرهك داخليا وبتشوف تصرفاته شلون، وبيطلع لك على السوشيال ميديا بيطلع حرته فيك زين على اي عمل يقعد يتصيد لك. وهذه يعني هذه من الناس اللي مو بالفئه الجيده، من الفئه بس زبد البحر. استاذ عماد يعني هو اساسا يوم قلت عن دراسه ما دراسه، اوريدي في الدراسه في اللي هو نقول نقاد، في تخصص نقاد يعني لازم تفهم ان ذي تخصص. انا اذا قلت لك من جانب تخصص، لكن اللي ما درس ما يفهم ان ترى في ذي الشيء موجود. لا لانه مو لعبته، مو جوه، مو بيئته، مو مكانه. في ناس دشوا في الساحه ما لهم علاقه بالساحه اساسا، اللي هي الساحه الفنيه ما لهم علاقه. البعض منهم. في ناس ولا ما في داعي. احنا اليوم احنا اليوم نبي نوصل رساله تكون واضحه وصريحه. وانا يعني اقول اليوم الفنان والاستاذ عماد عبد الله اليوم هو البودكاست ذي اليوم اللي بتكلم فيه بحريه مطلقه، وناس وايد ترى قاعد يستنجدون في رساله يبون يسمعونها من اب انا اقول اب الاعلام واخونا استاذ عماد عبد الله. ناس وايد يقول لك ترى السوشيال ميديا قاعد يدمر عيالنا ويدمر اهالينا، واللي قاعد يصير يحسونه بفرط. ذي الموضوع له شقين. الشق الاول اللي يقول هو يدمر عيالنا، في المسؤوليه الكبرى المطلقه عليه هو. ما تقدر على عيالك، لا تخليني انا اقدر عليهم. انت ما تقدر تربي عيالك، حلو. لا تحط اللوم علي انا. تمام. زين افرض ان انا واحد تافه مسخرجي، زين لا تحط اللوم علي انا ان اربي عيالك. انت اللي تربي عيالك، انت اللي تحط بالك على عيالك. اذا ولدك راح يتاثر من واحد ولا واحده ولا واحد، ساعات تصير مو واحد وواحد، يصير واحد شلون في واحد في الوسط كذي. زين اذا راح يتاثر من ذي، فانت شو التربيه ذي مالتك؟ سامحه على انت شنو قاعد تسوي في البيت؟ زين انا دقيقه، واحد وواحد اثنين واحد. هاي انت مركز على مركز انا لان هي فيها شوف شنو الحين قال واحد وواحد اثنين واحد. اللي في الوسط اللي مني اوكي زين. وهذه طبعا انت تجيب طاريهم، خذ الشتايم من اتباعهم في السوشيال ميديا والله، وربوعهم اللي يدزونهم، وكله من غبائهم واضحين ومكشوفين. الاعلام شوف، إذا بتكلم على أهمية الإعلام ف سؤال عام. يعني أولا من مؤمن برسالة الإعلام؟ في أحد مؤمن برسالة الإعلام؟ أكيد يعني من في الخليج؟ في أحد مؤمن فيها؟
لأن أحس بقول لك شيء بترد عليه رد. أقص يدي من يوزة ريلي، يعني يبقى الاثنين بس الخف. أوه. إذا في أحد مؤمن بالرسالة الخطرة وهالسلاح الخطر اللي اسمه إعلام، الأمريكا ملكت فيه الكرة الأرضية بالإعلام، مو بالصواريخ والقنابل. ملكت مخك وملكتك أنت وتحركك أنت من خلال الإعلام، وتعطيك صورة عن قضاياها اللي هي تبي ترجعها بالإعلام. لكن ربعنا لا، ما في اهتمام، مو مهتمين إلى الآن، مو مقتنعين بخطورة الإعلام. أو يمكن يكون عارفين قوة سلاح الإعلام وما يبونه يكون قوي. مع انه يعني اكون يعني إيه لا انا يعني بعرف قصدي هو انا ما بدش في النيات. شوف، يا انت ما تعرف شنو اعلام، يا انت قاصد ان يكون الاعلام ضعيف. اقوى سلاح الحين والله اقوى من نقول الاسلحه والدبابات هو الاعلام. مثل يعني ما قلت لك الإعلام القوى يعني العظمى والقوى الرأسمالية كلها امتلكت العالم بالإعلام. بعدين ندش الأمور دول الثانية. طاحت من الإعلام، طبعا دول ارتفعت من الإعلام. انزين انا يعني في غير الإعلام، انت داخل بعد داخل الإعلام وداخل سقف الحرية. اوكي انزين، ودخل الفن، الإعلام، الفن اللي هو اللي يسمونه القوى الناعمة. دراما قوى ناعمة. يعني في دولة ولا دولتين ما بيذكر اسمها، يبون يحسنون صورة النظام، فاشتغلوا على الدراما ومسلسلات كقوة ناعمة لنوع من أنواع غسيل العقل أو توجيه المشاهد إلى دف أو إلى خط آخر. ونجحوا؟ لا. لأنه ليش ما نجح في الإعلام؟ ليش؟ لأنه مو لعبته. لما تجيب واحد مو لعبته إعلام ما راح يعطيك. شوف، إحنا البلدان الوحيدة مو في الكرة الأرضية، في المجرة، لأن يمكن تصير في كواكب ثانية فيها ناس. إحنا البلدان الوحيدة في الكون اللي نبي نثبت حق العالم فاقد الشيء يعطيه، مو بفاقد الشيء لا يعطيه. لا، احنا نبي نثبت حق العالم ان فاقد الشيء يعطيه. واحد ما له علاقه بالاعلام، شلون تبي ينتج لك اعلام خطر؟ نفس الطفل اللي تجيبه وتحطيه سلاح في يده، انت خايف منه ايش بيسوي؟ هذا احنا ما يدنا على السوشيال ميديا، احنا قاعد نتكلم بس على الاعلام. والاعلام في فن، في دراما، في صحافه، في بلوى. الاعلام بحر. الاعلام اذا انت تقلدت اي منصب في الاعلام، اذا كنت فاهم اعلام بشكل صحيح ما ترقد الليل، مخك ذي 24 ساعه يشتغل. خطط مستقبليه بعيده المدى الاعلام. ما تقول لي باكر انا بحط لي دوره برامجيه مدتها 3 شهور. الامريكان واليهود اللي هم احسن ناس يعرفون حق الاعلام، اليهود. هنا في 3، في يهود، في متهودين، في يهود، وفي صهاينه. انا اتكلم عن اليهود بشكل عام. احسن ناس يعرفون اعلام، لانه ما يخطط حق سنه سنتين، يخطط حق 10 20 30، يخطط حق سنه تاريخيه معينه. ابي اوصل هذه التارجت من ردود فعل البشريه والراي العام ونسبه التأييد ونسبه الرفض لي انا كمكون او كيان. كله شغل اعلام. في احد في المنطقه يفكر بهالطريقه حق 20 30 سنه قدام؟ اقص يدي من اليوزه وانت يقول لك متشائم. لا، مو متشائم. انا اشوف من قناعتي هذا الواقع.
انا اشوف من قناعتي هذا الواقع مو متشائم، كله دائما عند سعد الله ونوس الله يرحمه الكاتب المسرح الكبير والاديب الكبير، قال نحن محكومون بالامل. شنو عندك خيار غير الامل؟ ما عندك خيار ثاني. تشاؤم هذه ما بيوصل لك لنتيجه، خلي يكون عندك امل زين. وهذه وهي اذا صار شيء زين. الحين قلنا الاعلام ونفس الوقت تشوف نقول اعلام السوشيال ميديا، اعلاميين لا تدخل السوشيال ميديا في الموضوع. السوشيال ميديا لا يعتبر اعلام. السوشيال ميديا هذه لانه موضوع بحر. الحين انت بتدخل في البحر. شوف هو عالم افتراضي. اوكي. وجد هذا العالم الافتراضي اذا بنتكلم في تاريخه من الاساس وجد على اساس يتحكم بعقلك. هذه بدايته. زين يتحكم فيك تحكم كامل، ريموت كنترول يحركك. فكر فيها شوي وبتشوفها. حركك بذوقك، يحدد لك ذوقك، يحدد لك ملابسك، يحدد لك مشاعرك، يحدد لك اهتماماتك، يحدد لك يحركونك ويعرفون من خلال السوشيال ميديا. اي واحد، انا نفسي انا انسان وايد بسيط، لو ركزت معاك راح اعرف كل شيء عنك بدون ما احط لك اي مخابرات ورا ظهرك يمشي وراك. اوكي. مخابرات هو تلفونك انت نفسك حاط لك مباحث برضاك في يدك. زين يعرف كل صغيره وكبيره عنك. بعدين ذي العالم الافتراضي دشوا فيه معلنين مو باعلاميين. معلنين ما بيعم في ناس مهمين لذلك ما عندهم فولورز وايد او متابعين. الحين انت قيمتك محتواهم طيب ومحترمين واحنا نشجعهم اساسا. ناس مال اليوم انت شجعتنا حبيب. انا ما اشجعك، انا اتعلم نتعلم مع بعض. الله يجزيك خير. في ناس من المهمين ليش ما لهم متابعين؟ صار هم ترى الموضوع متشعب وكله متصل ببعضه. صار توجه الفكر العام كله للتفاهه. في كتاب قلت لك عنه انا لازم الناس تقراه اسمه نظام التفاهه. صار التوجه العام في المنطقه نحو التفاهه بحجه الترويح عن النفس وبدليل في المنطقة. قاعد أقول لأن بيزعلون دائما كله يقول لك أتكلم عن البحرين، قاعد أتكلم أنا بشكل عام. بشكل عام بشكل عام تكون حق العوام يعني. إن المنطقة أيضا التعليم صار في تدهور في التعليم، فأنتج عنه هذه الفئة من الناس نوعا ما يحبذون التفاهة. أبرز لنا الفقاعات هذه الأبطال أبطال السوشيال ميديا شبكة التواصل الاجتماعي. قلنا البعض منهم لأن في ناس مهمين. حتى المهم فيهم الإعلامي ممكن يصير مهم في السوشيال ميديا لأن عنده الأساس تكون. لكن حتى المهم فيهم ما يقدر يصير إعلامي لأن هذه شغلة طلعت تخدم الإعلام مو بالإعلام يخدمه. عشان واحد فيهم يستحق كلمة إعلامي، هذا اللقب اللي احنا وزعه بلوشي، تعرض دف إعلامي، يبيع سمبوسة إعلامي، صرنا يعني الكل دايس فينا. موز آيسكريم إعلامي. فعشان ذي يصير مهم وممكن يخدم الإعلام بسيطة. ادرس، اقرأ، ثقف روحك، تشوف كاريزما، تشوف الكاميرا تحبك ما تحبك، تشوف المايك يحبك ما يحبك. لا بعد مصيبة المايك والكاميرا. بس من اللي قوة اللي غير مهمين اللي عندهم ملايين الملايين ورا زين وخلهم يتكلمون في الاقتصاد، يتكلمون في السياسة، ياخذون وراهم. من اللي قواهم قاعد اسألك من اللي قواهم. قول من اللي قواهم. تقدر تقول من؟ لا ولا انا اقدر اقول من. شوي دخلنا في المجال السوشيال ميديا في مجال اساسا الاعلام. شنو اجمل لحظة انت عشت في اتصال كان كبير عزيز؟ جلالة الملك الله يحفظه. كان البحرين كان في وقت صعب وانت تبي تحس كذي
بنوع من انواع الامان، لانه كان بحر الاشاعه، يعني الاشاعات بلاك بيري طارش بس وما تدري ايش السالفه وذي. واحنا شوف هاي بعد هاي، شوف دور الاعلامي دائما موجود في كل مكان، ودائما هو متحمل المسؤوليه. في ذيك الفتره احنا موجودين، كان ثقيل عليك كان حس الفترة. وما تدري هذه، وانت متحمل المسؤوليه في كل حرف. فجاه قال لك جات الملك بدش على الهواء بدون لا اي شيء مسبق مرتب، بدون أي شيء. لا قاعد اقول حق طنز انت غاش انت صح. لان شفت اللي في اخوان قاعد يتهاوشون يتراجعون ويا ابوهم يهدي هدوء نفسيا ارتحنا. اول شيء قلت له قاعد تضحك انت؟ قال لي والله العظيم. قلت له روح ما وعيت الا الله يحفظه وزيرنا السابق، وجه له الف تحيه له، الشيخ فواز. يعني اذا بشكره وايد بشكره على اشياء وايد، بس اشوفك تكلمت عنه سيده دشيت تخيلت اشياء، حسيت حسيت انه في بحر. يعني ايام الشيخ فواز يعني كان ضاف لكم يعني اشياء وايد. هو عنده فكر ثاقب، وغير انه في ثبات، وتحس انت بقوتك كاعلامي. المهم شفت الشيخ فواز دش الكنترول، لا على صج الموضوع، لا على صج. هم قالوا جات الملك خذ يا الركب تصافق. بيحاكيك تلفون انا للحين مصدق. يوم قال الو احنا نعرف حسه كلنا، هدأنا. انا قبلها بس سويعات، الوضع مكهرب متوتر، ما نعرف شنو التصرف بالضبط. اتصاله كان طبعا من اسعد اللحظات بالنسبه لنا. طبعا انا سيما ما ننسى سيما معاي. ايه في ذاك الوقت طبعا احنا كشخنا على الباقي، يعني احنا مكلمين جلاله الملك يعني الحين كل شيء خير يعني خير شو عندكم. الله يطول بعمره ويكون سند ان شاء الله للاعلام. حوار ابوي يعني. انت لاحظت جلاله الملك ما اتصل بالتلفزيون، اتصل بالاذاعه. وكان يخصك بالاسم ويخص سيما بالاسم، لانه يعرف مكانه الاذاعه، ويعرف قوه الاذاعه، ويعرف وصول الاذاعه الى قلب كل مواطن مقيم على هذه الارض، ويعرف ان كبرياء الاذاعه اكبر بكثير من اي قنوات اتصال ثانيه. ترى صدق انا اقولها يعني ليه هاللحظه انت في السياره ما بشغل تلفزيون او انت تسمع، واكثر الناس يعني سامعي مش الاذاعه لها سحر اخوي، لها سحر. سحر هذه اذا بتكلم فيها بلا بروحها 3-4 بودكاست ما شاء الله. الاذاعه سحر اخر. اذا بديت صح، يعني انا تميت في اذاعه البحرين، هذه الاذاعه العريقه، هذه الاذاعه الكبيره والجباره. بديت فيها موظف رسمي 6 شهور، ما اقول حرف. عقب 6 شهور وانا رجل جامعي وبدل الشهاده شهادتين وقاعد اتعب العمري، عقب 6 شهور سمح لي اني اقول هنا البحرين. كانت يمي الله يرحمه كريم الزيداني، اول ما قلتها بغى يوقف قلبي، والله انه بغى يوقف قلبي. شنو رهبة الميكروفون كان بيوقف قلبي في ذاك الوقت. ان انا قاعد اتخيل ان كل الديره قاعد تسمع صوتي يقول هنا البحرين. شيء يخرع مخيف. واسسنا عليه ادمن قلت لك من ساعه، وفي تاسيس صح. فبدينا على هيبه الاذاعه. انت تعرف الاذاعه شنو؟ خليني اقولها لك باختصار، وانا قلتها قبل في جامعه البحرين. هذا الموضوع الاذاعه شنو؟ بنت بلون حنطاوي، حلو. عربيه الاصل، محتشمه، عليها جمال مو طبيعي، عيونها عسليه، عين تفلق قلب اي عاشق، وتخلي اللي ما عنده مشاعر شاعر. الله.
الإذاعة بنت بهيبتها وقوتها بحيائها. هذه الإذاعة بنت يحلم فيها كل عاشق، كل عاشق يحلم بهذه البنت، يحلم مو بالوصال معاها، يحلم بنظرة ولو ابتسامة من عينها، لكن هو يدري انه ما راح يحصلها لان حيائها يغلب عليها، لكن في حقها عينها تاخذه. هذه هاي خيالي على الإذاعة. الله، بنت جميلة وفخمة. دشيت في الكلام والوصف. اما تقول لي تلفزيون لا بيزعلون. انت راديو ما شاء الله يعني ولدهم واحنا نبي نعرف يعني بعض التفاصيل. يقول لي سالفة الرهبة. وانت قلت المايك اول ما حسيت ان البحرين كلها تسمعك، ناس وايد يعني يبون يدخلون في مجال الاعلام، يقول لك انا يمكن احس ان عندي قوة في الاعلام، عندي كل شيء، بس ما اقدر اتكلم، صدني رهبة. شلون انت اليوم ما شاء الله منطلق تبارك الرحمن، لازم البداية اخوي، وكل يوم تطلع يعني مباشر، مو بتسجيل نقول بودكاست الحين مسجله وعقب بنعرضه بنمنتجه، لا انت لايف. اي غلطة تحمل كل حرف، هذه حس ثقل يعني، تحمل كل حرف. شوف هو مع الاستمرارية ما نبي نصعب الامور، مع الاستمرارية هي البداية بتكون رهبة، مع تثقيفك لنفسك حط تحت 4 خطوط، مع الاستمرارية هذه الرهبة راح ينقلب تنقلب هذه الرهبة إلى احترام. تحترم المايك، تحترم المايك بمعنى تحترم المستمع، تحترم ذوقية المستمع، تحترم عقله، ما تستخف فيه وتستغفله. حلو. لا إراديا بيصير عندك شيء داخلي اسمه الرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية بيخليك لا إراديا بتوفيق من رب العباد انك ما تخطئ 80%، لكن انغلط هناك الكارثة، انت بروحك تتحمل المسؤولية. انت كأنك قاعد تقول حق شيء، يعني انت وصلت حق نقطة معينة. انا ما اقول حق شيء، تقول لي شيء ما قلته. لا انا بقول لك. لا تقول لي شيء ما قلته. موقف يعني من المواقف انت تكلمت فيها زين كان شيء ضدك. شيء ضدي؟ اي صار ضدك، يعني موقف صعب انت مريت فيه ايه زين في مجال الاعلامي واثر عليك. ايه ليش انا قلت لك دي النقطه انت ايه وصلت ايه لها الحين ايه. كانك وصلت شوف لها اللي صار نفس اللي صار. انا شنو قلت لك؟ قلت لك لا تقول لي شيء ما قلته. هذا ايه؟ اللي صار بالضبط. هي احد الحلقات في IFM اتوقع. اي تكلمت عن قضية معينة لها علاقة بالأخوة الأجانب اللي يجون البلد كاستعانة بهم في مجالات هم أخبر فيها ونستعين بهم فيها. وتكلمت عن جزئية، والجزئية ذي طويلة. ما شاء الله في ناس يحبوني، اقتطعوا جزئية تعطي معنى آخر للجملة أو للقضية اللي أنا بيطرحها، تعطي معنى آخر. على فكرة القضية وايد استفدت منها، أنا تعلمت منها. فجأة البحرين كلها قايمة علي، يعني ايش صاير؟ يعني تليفوني قاعد في البيت، اوه ايش مسوي انا؟ اسمع انت ايش قايل. طبعا احنا عندنا مشكلة ان لما يطلع عليك شيء، خصوصا تشوف هاي عالم الافتراضي، ودائما ننسى يا جماعة لما يك شيء اسمه اساسا عالم افتراضي، تأكد. وايد ناس انظلمت ترى من اي لما يجي شيء من العالم الافتراضي على طول صدقوه. طبعا اقول لك بس ذي جانب كان وايد مأثر عليك. يعني الشيء الحل أثر علي شلون أهل البحرين وقفوا وياي. أوكي أنا موت فيهم، لكن ما توقعت ذي. يعني في شخصيات لأن ما أخذت الإذن أن أنا أذكر اسمهم في هذا الموضوع،
في شخصيات اتصلوا لي قالوا لي ما يهمك احنا معاك. انا ايش صاير؟ انا خايف صاير لدرجة الموضوع عود، لأن أول وقيل على لساني كلام بناء على ذي الجزئية لا مو هو المعنى الحقيقي، وهذا الكلام يكون في ضد مصلحة البلد ويأثر على النسيج العام السلمي للبلد وعلى النظام الماشي على البلد. والفيديو انتشر وفجأة بعد يعني كم فيديو كلنا معاك يا ابو عبد الله. لا هدوا صاير وصلت بالفيديوهات يعني هدوا يا شباب. تعلمت منه وايد الموضوع، لكن اللي احزنني انه كيف تمارس العقاب على الشخص قبل ما تتاكد، خصوصا لما يكون شخص في مجال حساس مثل الاعلام. يغلط اذا يغلط في مجال حقوق الانسان وغيره، انا قاعد اتكلم اذا يغلط وتاكدت من هذا الخطا يحاسب، ولكن كيف تاخذ عنه ردة الفعل هاي قبل ما يعني نتريث؟ خلينا نشوف الموضوع. عموما الموضوع بعدين مشى وعرفنا، وتعرف طبعا في هذه الموقف من اللي معاك ومن اللي كان يتشفى، من اللي سوى حفله. اي من سوى حفله. طبعا في احد الموظفين بعد انا ما اخذت اذن، مع انه هو سوى لي شيء وايد خير، ما اخذت اذن ان انا اذكر اسمه. لا ربما تتعرف احنا البحرين صغيره، ذي يزعل من ذي ما يضحك، ذي ما انتهت السالفه زين، ذي لا بنعاقبه، ذي ما تعرف. المهم هذه شنو سوى الشخص؟ بحث وراح طلع اللي قلته كامل ويا بالدليل وحطه في السوشيال ميديا، قال لهم يا جماعه لا تظلمون، سمعوا الرجال ايش قال. طبعا ما حد اعتذر لك، هاي طبيعي، ما حد ما حد قال لك يعني سوري شيء، لا 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 لا، نفسيتك تعبت، يلا روح داوم، يلا ان شاء الله. متى تداوم اخوي؟ شوي احنا ندخل في مجال اخر. ها قبل مجال اخر، سؤالي ايه سؤالي لك، حلو، خذ الدور الريال. ايه من يحمي الاعلامي؟ من يحمي الاعلامي؟ انت من كلامك انت يوم قلت لي من يحمي الاعلامي اوريدي هو كان موجود، بس اللي يحمي الاعلامي اللي انا سمعته منك انه قلت لي الناس حموك. يعني الناس من عقب الموضوع اللي صار بالضبط، جهة رسمية من يحميك؟ رجع للموضوع. المفروض يعني اللي بشوفه المفروض هيك يعني وزارة الإعلام أو من كذي. أنا أقول من زمان كنا نتكلم عن، ما أعرف هل هي نقابة هل هي جمعية. يقول لك كان في عندك جمعية الصحفيين. لا الصحفيين ما لهم علاقة فينا، الصحفيين صدق إعلاميين، ولكن في مجال الصحافة هم المسيطرين على المكان الكامل. احنا كمذيعين وكمعدين ومقدمين ونتحمل مسؤوليات هذه المواد اللي تطلع على الهواء. من يحمينا؟ إذا صار فينا شيء ولا أقيل عن شيء، من يحمينا؟ ما في حد يحمينا. في من يعاقبنا، نعم، عند الخطأ موجود العقاب، لكن غير العقاب مو موجود. وهذه يعني هاي غصة أحس في القلب. والله ثم والله أني لا أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم بشكل عام عن الإعلاميين كلهم. وأنا ما ألوم الناس. لا، في السوشيال ميديا لما واحد يتكلم عن شغلة ولا في الإعلام يتكلم عن شغلة يقول لك هو يقصد روحه. لا يا أخي، ما يصير الواحد يحس بالناس، ما يصير واحد يخاف على مصالح الناس، يخاف على ويشوفهم ويتأثر بقضاياهم. تعودتوا ان الواحد انا وما بعد الطوفان، تعودتوا ان الناس تتكلم بس عن نفسها وما تشوف غيرها.
لذلك سهل ان انا اشتريك واخذك لمصلحتي واخليك تنسى الناس، لان كل واحد يبي مصلحته، ما يفكر في اخوه ولا جاره ولا زميله في العالم الموظف. انا في الموظف الحمد لله رب العالمين، لكن هل معناه ان انا انسى موظف اخر ولا اعلامي في البلد الفلاني ولا ذي انسى انه هو انظلم ولا انه هو ما اخذ حقه؟ لا، ما انساه، خصوصا لما يكون معاي في نفس المجال. لكن احنا كمنطقه خليجيه حبيبي انا ما بعد طوفان، مصلحتي، لذلك التحزبات سهله تصير. شنو اللي المفروض يصير بالنسبه للاعلاميين؟ انا احلم طبعا، وهذا شيء ما بيصير الحمد لله، ودائما احلامي لم تحقق، هاي شيء جميل. احلم نقابه للاعلاميين، جهه تحميهم، جهه يكون فيها محامي، جهه تحسسهم بمكانتهم. الاعلامي هو الخط الدفاع الاول عن لاي بلد، وشفنا يعني مثال حي. والمثال الحي اللي شفتوه كان في وقت بس احنا اللي كنا متصدرين والباقي كان في الخلف. نعم صح. اللي مدفيتهم الكراسي مرتاحين وينهم في ذاك الوقت؟ احنا اللي كنا موجودين. وفي الفرح نكون احنا بالعموم، اترك عماد اطلع برا، الاعلاميين هم موجودين في الفرح، الاعلاميين يكونوا موجودين. من دائما امام فواهة المدافع الاعلامي، بعدين يونك في اي بلد فيها وجهات نظر متضاربه يصدرون لك من على الساحه، ساحه المعسكر الحربيه الاعلاميه، من الاعلاميين، بعدين يونك تهيئه الارضيه، تهيئه الفكر وكذا. احنا من يحمينا؟ من يحمينا في حاله مشكله مثل هذه مثلا؟ هذه المشكله وغيري انا متاكد صادتهم مشاكل. من يحمي الاعلامي؟ زين، من يحافظ على هيبه الاعلامي اعلامي، ومن يستحق هذا اللقب؟ لا تجيب لي واحده تبيع او واحد، ما بقول واحده او واحد، لان في ناس يشخصنون الامور. انا لما اقول واحد ولا واحده زين تبيع دف ولا نتكلم بشكل عام، بشكل عام ولا يعني واحد يعرض لي، انا ما اقصد شخصك الكريم، بعضهم احبهم والله اني احبهم، هذه شغلته، ايش فيها؟ معلن، انا معلن، هاي شغله وظيفه ذي يعني، خصوصا لما تكون واحده محترمه. اي في ناس عندهم سيل يعني واحده تلبس محتشم بين قوسين، اوكي، لان وايد عندي مهم ذي الموضوع. واحد يبيع يروج ل يعني مثلا يروج لاشياء محترمه ويساهم في الخير. يعني مثلا واحد مشكله ما اقول اسمه، يقول ليش ما قلت له اسمنا. مثلا واحد مثل ابو بديع، زين، عطى الجاره حبيبنا ابو بديع، شنو هالمنتج الحلو اللي قادمه في مجاله غير المجال اللي الناس تعرفه، مجال الخير قاعد يمشي فيه. نعم صح. شوف خطه محترم حلو، زين، اللي تبيع دف ولا تبيع في اسماء مثلا انا ما اعرفها، البنت ما تشوف وجهها تروج حق سفره معينه تقول لك تروح كذا. انا ما اتكلم عن ذيك الفئه، الفئه اللي مثلا تطلع واحده يمكن الخلق يكون وايد قاصر على جغرافيه جسمها وهي تتعمد هذا الشيء، لان في ناس صار ينون عندهم الترند. يعني شو اللي دخلنا الموضوع؟ احنا بيك في الترند، انا شو اللي دخلنا الموضوع؟ ضحت انا مني من نفسي صاير الحين في القلب المهم من القلب اشياء وايد، في القلب اشياء وايد اللي يحمي ايه الاعلامي. طال عمرك سم شو المصباح سم. ايش رايك تسوي ترند جديد؟ بعد نفكر بعد رجعنا على الترند. لا صدق سالفه الترند يعني وصل مرحله، يعني هالمصباح باليد الحين اي يقدر يسوي فيه ترند. اي الحين ممكن حق اصحاب محبين الكهرباء ممكن اقص المصباح الحين بصير ترند انا، لان اصحاب الكهرباء تقص مصباح قدامهم ممكن لو مو مصباحهم بيذبحونك. عشاقه ما السالفه، يعني بتروح ترند على الكهرباء مثلا. اي زين، وفي ترندات تشوف الجماعه على شيء ثاني. الترند صار ادمان عند الناس،
صار ادمان انه هو يصير ترند، وخصوصا الفنانين واللي تحت خطين مؤثرين، تحت خطين مؤثرين. 1 2 2 اي لان هاي من اللي سواهم مؤثرين موضوع ثاني. مو ب 1 2 2 1 لا اوكي الكل اوكي الكل إن كان شاب او شابه او شبوبه. اي يعني الكل صار. لا وقمنا نذكرهم بعد الله يا الزمن. الله يزمن. ليش جاتك لحظه ادراك؟ حسيت انه شيء هاللون. اي لان شوف هذا الغزو الفكري، تشوف شلون قبل ما كنا ننطق شيء عن هالموضوع. اي والله صدق. في شيء خلنا نتفلسف عليك شويه في علم النفس. مو بعلي ترى كل الناس اليوم يبون يسمعونك، ترى الكل نتعلم منكم والله الشباب. في شيء اسمه في علم النفس الاستهواء. الاستهواء ذي شنو؟ شيء انت تستنكره استنكار قوي، ما تقبله ابد، يتكرر يتكرر يتكرر، تستنكره، يتكرر يتكرر يتكرر، ويتعمدون من لا تسأل، ويتعمدون يكررونه ترفضه، يتكرر 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 تنبذه، يتكرر 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 ما عليه بس ما يبطاري، يتكرر يتكرر يتكرر. زين وش فيها؟ يمكن يعني موضوع عابر. بدأ من الاستنكار الرافض تماما. هذه لعبة يلعبونها في كل المجالات طبعا، حتى الأمور الاقتصادية، حتى في كل المجالات. شيء اسمه الاستهواء، على قولتنا احنا دق فتش اللحام. زين قبل نفتش اللحام الحين توقع. لا صار شو اقول لك، بمجرد الموضوع ينطرح ان شاء الله الناس فاهمه احنا شو نقصد، لان ما نبي نروج ايضا لهم. نعم. مجرد الموضوع ينطرح انه معناته فاشل اللحام، صار عندك ادراك انه اوكي في كذا في كذا في كذا في لا ما في شيء كذا في شيء كذا. 1 2 في رب العالمين، ابوي ادم وامي حواء، ما شفنا احد ثالث في الموضوع. 1 زائد 1 يساوي 2. والسوشيال ميديا والشبكه التواصل الاجتماعي وصلتنا مرحله من قمنا نبرر البديهيات. هاي بديهيه، ليش ابررها؟ ليش اتكلم فيها؟ هاي بديهيه. شوف السوشيال ميديا ما يرفع فكرك، لا يدخلك للحضيض، يدخلك الى القاع. ودخلنا القاع اساسا. شفنا انت يا تكون محارب. انا ما بمدحكم مثل هذه البودكاست مثلا، شباب مو بهمكم المتابعه كم العدد. نعم. وقاعد تحاربون، يا انك تنزلق الى القاع، بتروح انه بيصير همك انك تكون تبي مشاهدات وملايين وشهرة وهذا الامور مؤقته لسنة اساسا. وبس في السي في. لا اسكت يا لساني اسكت. الحين صار السي في مالك هلون والله. السي في مالك بعدد المتابعات، بلا جامعه حبيبي، بلا دراسه، بلا قراءه، بلا تاريخ، بلا بروفيسور، بلا ذي، بلا دكتور، بلا ذي. كم عندك متابع؟ المشكله عشان تعرف ترسيخ نظام التفاهه. انا ممكن يصير عندي 1,000,000 بالغش، واللي محسبني ان انا مؤثر وعندي 1,000,000 يدري، هو يعرف ان انا غشاش، وانا عارف انه هو يعرف ان انا غشاش، والناس تعرف ان انا غشاش. تشوف العبثيه في الموضوع، ومع ذلك صدقينه يعني ماشيين وعامل معامله المثقف الذي اللي ساعات يقولوا في قضيه معينه، يقولوا شنو رايك فيها؟ تقعدون تسالون من، وقاعد تروجون حق من، وليش؟ ليش ترفع وتنزل من ذيك الجهه؟ لك مقصد فيها ولا هي عبثيه؟ انا اسال نفسي ترى ما عندي الجواب. توقع يعني الفتره القادمه الدكتور والعالم لا شنو ذيله عالم
معقد هاي يسمونه. لا عالم. تشوفونه كان ايش رايك سحبت المصباح؟ سحبته انا اخاف ينسي اخوي. حركات اللي بخلي المصباح هني حطينا في النص. ايه بعد شوي يروح المخبر. لا اخوي هاي صيدتني قبل مال المدينه ما تجيني بالسوالف. زين هو كان ترند اساسا. ايوه كان سالفه ترند. انزين انت قلت اللي صاير عيد ميلادي جريب على العموم. زين تاريخ كم؟ تاريخ كم؟ لا ما في داعي، ما نبي نعرف 1900 وكذي، لا بس تاريخ اول رغم من هني ومن هني. انا 26/7. 26/7. العمر كله ان شاء الله العمده. ولو بتتكلم نفس ما قلت يبي لك كم بودكاست ما بتخلص. واخرتوني بعد. احنا اليوم هاي صايدينك احنا ما بنهدك. زين في امور شوي نبتعد عن هذا الكلام اللي هو احساس اني بلا بودكاست يمكن 10 ولا 20 واحد على اساس احنا اليوم نوصل كلام الاعلامي. حاضر لكم انا قاعد مو اليوم عاد على ايام القرن. اكيد احنا نبي نوثق سلسله الاعلامي وكل شخص منجز في البلد باذن الله. هذه المنصه ترى نفس ما تفضلنا اخوي عماد، احنا لازم كلنا اليوم يدنا في يد بعض على اساس اليوم نظهر الله يوفقكم الله يوفقكم لابناء البلد اللي يشرفون البلد حبيبي. احنا لو ما قمنا بهذا الشيء ترى اتوقع مع فتره بسيطه هذا الاعلاميين او الدكاتره او المنجزين في البلد ترى ينسون. الله يوفقكم. هاي اقل شيء احنا اليوم نقدمه. الله يوفقكم لابناء البلد. شو اخبار اقول تايلاند ولا البايك؟ كفتين. شنو الكفه اللي تختارها؟ يعني الحين بعطيك من هنا تخيرني بين حبيبه وعشيقه. حبيبه وعشيقه. زين نبديها من وين؟ من اول من البايك او من البايك؟ هوايه اي تايلاند. تايلاند بلديه هذه احبها. يقولون عماد يفتر يرجع نفس مكانه. بالضبط. يفتر بالضبط. لا كل بلدان حلوه وكل بلدان فيها اشياء زينه وكل بلدان تستمتع فيها. هذه خلها بروحها، ذي لها جانب اخر. طبعا قبل سمعت اللي يروح تايلاند راح تايلاند حتى اللي قبل البحرين راح تايلاند على السي في. ليش مره ليش يسمونه؟ شو اخباركم الحين العائلات كلكم طايحين في تايلاند؟ شلونها صارت حلوه؟ شفتوا لما تفكرون في الناس غلط تستبقون سوء النية في خلق البشر؟ مو كل عائلات الخليج طايحة الحين في تايلاند. قبل ايش قلتوا ما خليتوا ولا بقيتوا على اللي يروحون تايلاند؟ ما حد اصلا ما سالته يقول لك ما رحت تايلاند. كل ديره فيها مقبره وما نبي نكمل. اقول لك حتى البحرين كانوا يسوون فيها الظن يوم ناس انا اعرف ناس كانوا ما يجون البحرين يوم قالوا المنطقه الفلانيه. ليش البحرين؟ هل هي المنطقه الفلانيه؟ هالطيبين وهالناس والمحترمين يقول للاسف السمعه اللي كنا نسمعها فرضا في منطقه معينه او في مكان في البحرين بشكل عام يوم ينا شفنا الاخلاق والطيب وشفنا يقول تحسفت انا ضيعت من عمري اني انا ما كنت جاي البحرين. نفس ما انت تفضلت عن تايلاند. اللي يبي المجاري بيروح حق المجاري. ما يصير انت تروح المجاري وتشوف فار مار عليك وتقول باف ريحه. انت رايح حق المجاري. انت رايح وين؟ انت رايح حق المجاري. روح حق البستان بتشم الورد. وكل ديره فيها قطعه مو نظيفه صغيره. اللي احبه في تايلاند البساطه. اماكنها الهادئه بزياده. انا ما احب الهيله. انت سمعت تروح اماكن ما حد يروح. 8-7 في الليل هاي رقود العالم. اوكي زين البس واطلع اي شيء. بساطتها ما يحكم عليك من شكلك من لبسك. زين يعني انا مره وصادف انه بحريني. مره كنت قاعد في احد المطاعم في الحبيبه الغاليه الحب والقلب الله تايلاند والتحديد في كوسوموي. اي شورت تي شيرت يمي واحد بعد شورت تي شيء انزين. فسمعنا نتحكي انا وصاحبي اللي يقول التفت
يقول هذه الحكي وانا عارفه. طلع واحد وانا واحد. تشوف تايلاند ما في فرق، في قاعد يمك. وصارت علاقة حلوة هناك. ما يحكمون على الناس مش لابس. الدول الثانية حلوة، بس في دول لازم معين، وفي دول لها قانون معين. وفي تايلاند حبيبي دام انت ما تغلط امورك الحمد لله. والشيء في القلب. وتايلاند من الدول الغريب امرها، يا تحبها يا تكرهها، ما فيها. ما شفت احد وسط. انا طلعت من الناس وايد هزوا راسهم ورا الكاميرا. اي يا كلهم عشاق تايلاند ترى. كلهم تعبانين. يعني احنا بلد وثاني شيء سافر تشوف اخوي ابو منى. نسيت اسالك ابو محمد ربي يحفظه الله يسلمك. شوف محمد، وهالكلام اقوله حق عن نفسي انا لنفسي. حبيبي بسافر زين، لا تطلع فيه اوكي، ولا تقول نصايح الله يحفظك زين. هاي الديره ايش فيه؟ استانس واستمتع ونس روحك. ما عليك من احد، ما عليك من احد. لهني مطاوعه شفت في تايلاند طاوعه رايحين يخربطون، اكيد رايحين يستانسون، راح يستمتعون مع عائلاتهم. اماكن نظيفه بالهبل. وشفتهم هناك وكذا من الخليج كله بشكل عام. لا تستبق الاحداث يا ريال، لا تستبق نفس ما الأحداث. قلت يعني تبي يعني المكان تبي النظيف موجود. النظيف هو الاغلب، والاماكن مو بزينه محلوله في كل بلد. قط روحك داخلها مجاري هذه. إيه. انت اليوم يعني بس اشوف في الاونه الاخيره في دليل سياحي عندك تشرح. لا بروحي عندي وقت. متملل قلت خلنا يلا نفيد الله. لا يعني فعلا في ناس وايد استفادوا من طريقه ان انت تقول لهم روحوا هني سووا كذي، ان كونك تسوي لهم برنامج سياحي. لا بس انا بعدل لك شيء واحد. إيه؟ انا ما اقول روحوا هني، انا هالكلمه تنرفزني. اوكي انا اقول اذا سامحها شباب ترى ده صار الكسر. اي انا اوليه موجوده. انا اقول اذا تحب هالشيء اوكي ارشح لك كذي اللي انت شفته. اي يعني انا حبيت هالمكان، بس انت ما ادري عنك. بس انا من الحين اقول لك ترى انا احب وايد الهدوء. هل انت معاي؟ اذا انت معاي اقول لك تعال هالجزيره زين. تحب الخصوصيه وايد، تعال هالمكان. تحب السوق النظيف والحلو مثلي انا، ترى انا احب السوق بشكل مو طبيعي. يعني انا لو كنت متزوج كان الزوجه بتستانس. انا لو ما اشتري اموت احوس بالسوق. اي في اي شنطه؟ البرتغاليه ولا الصافره؟ لا راحت البرتغاليه. وين هي؟ عفا اي لا والله راحت. حنيتوا عليها اختربت. نبيها بس موجوده ما قطيتها. موجوده في علاقه. زين الحين نقول البايك. انت البايك هوايه وعندك جروب. شنو اسم الجروب اللي انتم فيه؟ براذر. جروب براذر مال المدينه. سنه كلهم مال المدينه؟ لا يعني الاغلب منهم بزعلوم ولا محرق؟ ومحرق شنو الحين محرق؟ الحين نقول المدينه وانت محرق. محرق هني. الجروب من البحرين كامل اللي هو جروب براذر، بس الاغلبيه مال براذر المدينه. وكلهم يعني ما شاء الله جروبنا، ولا يهونون باقي الجروبات. يعني الحمد لله جروبنا الحمد لله ما عندنا تفرقة، لا في مذهب ولا في أي شيء ثاني ولا في منصب. ممكن تشوف منصب متواضع وممكن تشوف منصب عالي. موجود في عندنا كل الأعراق اللي موجودة في البلد. كلنا اخوان دنيا، مو بكلام. هذا صدق رسالتنا اللي كنا نقولها. احنا اخوان دنيا والله. يعني احنا شيعي سني عجمي هولي كلنا اخوان، صح، كأننا بطن واحد. صح. ولا يهونون باقي الجروبات. بس انا اتكلم عن جروبي لان انا شويه يعني منهم وفيهم. اصلا هاي دليل تماسك، ما في تفرقه
بينكم من بعض نقول يعني سنوات ما شاء الله قاعد دخلنا نشوف الصور صور قديمه يعني انا لو بغير اسم الجروب من براذر، هو براذر اخوان بكمل عليه، يمكن اقول الفازعين اكثر جروب يفزع يعني بعيد عن البايكات احنا اي امور لا ثانية. لا الامور الاجتماعيه ذي لا عند وجهك الربع، لا عند وجهك يدشون في الطوف عشانك ما عندهم مشكله، مقاتلين اي لا ما عندهم مشكله عشان خاطر واحد من الجروب ممكن يسوون اي شيء. لا الرجال يعني الرجال بمعنى الكلمه. في ناس طبعا ماخذه فكره سيئه عن الدراجات الناريه وانا ما لومهم لفئات يعني الله يهديهم، كنا منهم على فكره. لا اطلع فيه انا كنت ريسنج ومتهور وخذيت عقابي في المرور واستاهل وسويت حادث وفوضاوي زين، لين يوم شفت اسم الله عليكم الله يحفظكم، شفت عزرائيل طار علي كذي ضله في حادث من الحوادث هلا تعورت في الاركاب عندك. اي فيعني طالعني كذي انه استغفر الله يقول لي ها ودك خذيت سيد العبره من الشغله. عقب حسبت نفسي شنو التهور ذي، الاستهتار ذي. انا يعني انا بالعنى شلون عرفت الناس الخطر لهالدرجه؟ المخ ذي ليش فصلت هالفاصله الكريهه؟ بس كانت ترى مو طويله ذي الفاصله. عقب صرت بس بروحي دائما سولو على قولتهم، بايك بروحي اطلع هدوء كذا ذي، الى ان تعرف وبدأنا في جروب اخر وذي الى ان صار جروب براذر. زين بكملها لو اول مره بابا اسوي لكم اسم جديد، ها براذر الفازعين. براذر يستاهلون. الحين مساء انا كنت في جزئيه بقولها لك، مو لغوي انا وايد. لا اسمع في انا تسندرت من روحي سالفه الشنطه يوم تقول عن الشنطه. اي شنطه؟ الشنطه اللي انت لانه تحب السوق. اي سالفه لو انت متزوج شنو كان تستانس. ايش رايك في العزوبيه؟ الله لو في موسيقى حزينه حط لي الحين، لا سوري موسيقى ريلاكس كذي. الله يا حالات العزوبيه. بس ارجوكم لا تاخذوني قدوه، ارجوكم. انا ريال اخاف انه ما اكون عند المسؤوليه، خاف. انا ريال اخاف انه ما اكون قدها. ناس تي وتتزوج لا ما يصير. تعال تزوج حبيبي بنت الناس مو بقادها باشر تلتها، تجيب عيال ما تقدر تصرف عليهم. في العيد يحط لي 4 زر هني صامت وانت ما عندك 3 4 تصرف عليهم. انا ما انتقد هذه الموضوع، بالعكس لا تاخذوني قدوه، انا ريال ابعد من ان اكون قدوه. زين لكن اول شيء مسؤوليه عوده وخاطره. 2 اعرف روحي انا بالغي عماد بعيش بس حق هالسالفه، بعيش بس ان انا زوجه وعيال. بالغيني عارف نفسك. دائما يهمني هذه استغفر الله العظيم، دائما يهمني الناس اللي قريبه مني، مسؤولياتي اتجاههم، الوالد والوالده والخوات. المهم انه ما اقصر عليهم، المهم ان انا ما اقصر في حقهم ولا اني ازعلهم في شيء. فما بالك تكون زوج وعيال، معناته انا ما حد راح تملح، وهذه طابع ما اقدر اغيره. هل ان انت يعني من زود الخوف يمكن عليهم قاعد الشيء، يمكن انت نقول نسيت شوي جانب انت لنفسك فيه؟ انا انا على فكره فجاه انا وعيت تعال طفت 50 خلاص. يعني فجاه ما راحت الدنيا وايد قصيره. سوي اللي تحبه دام تحت سقف الحلال. نعم سوي اللي تحبه واستمتع بسرعه، وترى الدنيا هاللون ما توعى مع حد. ناس وايد قالوا يخافون يتردون استاذ عمر. لا تردد يعني شيء متعك، بسوي شيء معنا شيء زين، شيء بس متعك يخاف من الناس وكلام الناس. الناس شوف، الناس الكلام ذي قالوا وايد. الناس ضدك في الزين وفي الشين بس والله انا لا وايد مو ضدي مساكين، لا والله حبايبي. انا ترى والله محظوظ بالناس الحمد لله. يطلعون لك كذي اشياء لا تذكر.
الحمد لله أنا بس الناس لهم عقلياتهم هم. انزين من اللي بينزل بروحه في ذي القبر؟ انت اللي بتنزل بروحك. حدك اخوي 3 ايام 3 يوم نازل عليك العيش غوزي ومع السلامه. وين اسم الله عليك طولة العمر لك يا علي قبلك ان شاء الله. بسم الله عليكم وبسم الله على الشباب. لكن كذي هي كذي استمتع استانس كثر ما تقدر باللي موجود عندك تحت سقف الحلال مثل ما قلنا. نعم. زين ولا تصير مثلي كله خايف انه اقصر، خايف انه يصير هذا الرعب. شيله من قلبك، هذا الشيء اللي انا اتمنى اسويه، شيل الرعب من قلبك ذي. حاول تستمتع، لأن والله الدنيا ما تسوى خبر ممكن يقلبك من حال إلى حال. والله يطول بعمركم. ونس ما يسوى الحقد، ما يسوى الحفار، ما يسوى انك تحسد احد، ما يسوى انك تطالع احد بخير رزق الله معطيه. لا تقول ذي ايش معنى فلان وفلان. شوف نفسك يا اخي، شوف نفسك. الحمد لله رب العالمين صحتك تمام، على هالدنيا اهم شيء صحتك. مالك شغل بأحد. لا تطالع فلان ايش عنده وفلان ما عنده، ولا تطلعين احد. وفي شيء وايد مهم لازم تذكرونه، ارجوكم مسامح، ارجوكم تذكروا شيء وايد مهم يا جماعه. العين حق، خل على لسانك دائما ما شاء الله تبارك الرحمن، اذكر الله على الناس. ممكن عينك هذه يعني تكون سبب في اذيه الناس. بس الدنيا حلوه استمتع فيها. روح تايلاند، ايش لك بالسوالف؟ روح تايلاند يسوي لك اوكي هم وراك بدون الجماهير تفاعل الجماهير. في جانب انا يعني ابى اقوله واعذرني. زين ليش تعلن بفلوس؟ انا بس ذي السؤال بعطيك اياه. اعلانات تجاريه، اعلانات تجاريه. يعني احس ان في ناس وايد يقول لك انا بسوي حق مشروع، بساعد شخص، بسوي هاللون. بس انا مشروع منزلي. نعم. واحد يبي يترزق، واحده تبي تترزق. مشروع منزلي، عيوني المركبه. حصري اني بوبتك لا يعرفون البيت. لا يعرفون، وانا بكبري لهم. انزين واحد يبي يترزق الله يزيد دخله، ريال يجمع له جنبيزه. نعم. ووضعه صعب ولا وضعها صعب، هذه عيوني المركبه. خادم لهم. غيره الكحه بفلوس، عيست ببلاش، عيست نفس ما قلت الحين قمت العمر عيست ببلاش. وكلهم رايبعك، والمشكله ما يستغلك الا رايبعك وشركات وكذا. عاد انت ولدنا، شو اللي ودانا في داهيه احنا غير ولدنا؟ عاد انت ولدنا. زين ولدنا ان شاء الله اللي تامر فيه. اذا شافني معنطق بعد حط لي اغنيه تبين عيني، طخيت زياده. زين ممكن الحين ممكن اذبح روحي انا اذا تبي. وانا في هذا الانفعال مشاعر. شو اعطيتهم نقطه الضعف الحين؟ اي يعرفون. لا الحين ما تمشي عندي. تبين عيني ان شاء الله بعطيك عيني، بس ابي بيتزات فوق عيني. بعطيك عيني بفلوس. اي تشوف ان استغلوا، لان استغلوا فينا. مو بس انا، وايد ناس استغلوا فينا. البحريني عاطفي استغلوا فينا. اغلب التجار استغلوا فينا العاطفه. زين وحبنا وعشقنا لهالبلد. زين وانت قاعد تشتغل يقول لك ضيف، ما بيقول غريب، ضيف من برا يعطونك كاش ماني بذاك المبلغ حلو. طالع كذي لك هذا ضيف. زين هذا ضيف، وانا شنو؟ انا بيك اب انا شنو؟ انا ضحكت قبل بلاف بقت يعني انا ما اروح سوق، ما عندي احتياجات. ما زين تدري طلعني برا الحدود وردني ضيف وعاطني حقي. يا اخي مطالبتك بهذه الحقوق عيب. ليش؟ ولدنا بعد تبي. تكررت عليك وايد. ولدنا بعد تبي عيب. ولدنا انت، ولدنا يوع، ولدنا لا تصرف، ولدنا لا تركب سيارة عدلة، ولدنا لا تسافر، ولدنا لا تصير عندك احتياجات ضرس يطقك ما تقدر تروح عيادة خاصة،
ولدنا معدتك ما تقدر تروح انطر موعد لن هيك موعد تلا ولدنا ولدنا تدوسني انا اذا مو بولدك سويت فيني خبر الولد يصير وايد غالي. اي يعني انا كلمه الولد هي اغلى شيء. انا ظناك لا انا ظناك حلون حل مو بظناك حطيتني فاوين هي معكوسه ذا كأنها الله يسلمك ياكل فلان مثلا ولا فلان ولا اعلامي جاي من مكان ولا وانت لا ينكسر خاطرك على روحك تعرف انه طالع كذي النظره زين وتعرف ذي الدامعه ذي العود اللي هني كذي شايره كذي دامعه وطالعه شلون يعاملونه وعقب يسلم عليهم وياخذ مبلغ محترم وذي بعدين عقب ما يمشي تسوي لنا ابو عبد الله ذي لا زعلان لا ما في حط لك تبن عيني ما ابي اسمعها في بيزوت الحين زين ما بناديك لا تناديني بس استغلال عاد يعني يا جماعه اليوم من هالبودكاست الفنان حتى انت باخذ بيزات وانا طالع شباب بلاش تو مره الحين بيك على شنو طلع الساعه لا يا عماد عبد الله يعني صرح اي مؤسسه اي يعني شيء تجاري لا يعرفون في رقم تليفون موجود في الانستغرام يمكن اخبرك عن الناس توها اي لا في رقم فوق حبيبي مو انا رقمي مو انا هاي رقم الشركه اللي ماخذ حساب الانستغرام ممتاز بيكلمك واحد حبيبي بيقول لك السعر عاجبك اهلا وسهلا مو عاجبك اهلا وسهلا في عندك يجيب من برا البلاد يجيب عطى 5 أضعاف اللي بتعطيني اياه بس بيكون حلو على قلبك بتقول لي ذاك عنده شهرة اكثر وفلورز اكثر فلورز دا زين فلورز اكثر وعنده شهرة اكثر وذي صح من اللي صنعه ديرته صنعته ديرته سوته نجم انت هني تسوي نجم انت ما تسوي نجم هني لو يلمع شوي تشوفه شلون ينطفي انت مو صناع نجوم بس اذا احتجتوا ناديتوهم قلتوا عيالنا رسالة بتوجهها حق كل شخص في هذه الفترة الحين يدخل مجال الإعلام شنو الرسالة اللي يقدمها الفنان الإعلامي عماد عبد الله حق أبناء البلد اللي بيدخلون في مجال الإعلام في هذه الفترة والأشياء اللي يحاسبون منها والأشياء اللي لازم يسوونها على أساس إحنا اليوم نقدم رسالة للإعلام الجديد اللي يقول إحنا نقول اللي بيدخلون في هذا المجال. أولا يا حبيبي يا ولدي يا صديقي يا زميلي الإعلامي المستقبلي ما بيك تنحبط بأنك راح تشوف الأرض غير مهيئة للإعلام لا تنحبط لا تدش إعلام إلا إذا كنت حابة في شغف حابة ولا راح تتعب. الشيء الثاني يا أيتها الأمة التي لا تقرأ يا أمة اقرأ التي لا تقرأ أنت أمة اقرأ من فيكم يقرأ كم النسبة اقرأ واقرأ 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 أول ما تبتدي في رحلة القراءة إذا كنت مو قارئ والله أنك راح تقول شلون فتحت هذه البصيرة العمي مو العمي يقول عنه كفيف لا يرى النور لكنه هو يشوف أحسن منك إذا كان مثقف. الثقافة من كثرة القراءة وتنوعها. أنت الآن إذا لا تقرأ فاعتبر نفسك لا ترى ليس لديك بصيرة. لما تقرأ تقول تبتدي تشوف النور. اقرأ التاريخ تشوف النور. اقرأ التاريخ وتشوف شلون قاعد يتكرر وأنت ولا تدرون الله وين حط. استغفر الله. يعني مثلا يقول أنا سافر
اقرا في السفر، لازم تقرا في الطياره، حتى مساعه لازم يعرف المشاهد. يوم قلت انا يمكن احتمال هاي الساعتين انا بس زعلان على شيء واحد، انها المفروض كنت اليوم يعني انت يعني بس هو مو خساره معاكم الله طبعا، يجزاك خير. لا بس قصدي بس أنا عندي الوقت اهميه فيه. القراءه يعني ايش كانت بالنسبه حق الاعلامي عماد. شكرا لابوي على هذه السالفه، وشكرا لخليفه العريفي الله يطول بعمره ويحفظه، ابوي الثاني على هذه السالفه. ابوي لما كنت صغير تذكرون الباخره اللي جات مكتبه من فتره هني البحرين، باخره في ميناء سلمان، ميناء سلمان مكتبة. السياحيه العوده توها من فتره بسيطه اي بعد. هذا تصدق هي نفسها كان عمري انا 6 سنين هذه جات البحرين، ما شاء الله. وداني ابوي له وهدني داخل، شوف الورق شوف اي بس وداشت السالفه. مثل ما قلت لك ما عاد كتب المدرسه، ما ادري ايش فيني عداوه وياها بس. وبعدين مع الشغف وحب القراءه والورق، ولازم يكون ورق، لا تقول لي اونلاين وذي لازم تنرفز اونلاين انا زين. والورق وريحه الورق والقطاعه وياك دعم ذي السالفه اكثر واكثر واكثر. الفنان الكبير الاديب خليفه العريفي، ف اتحسف على اي يوم او اسبوع يمر ما قريت فيه، لأن الوقت وايد مهم. أنا عندي وايد مهم أن أنا أشوف الدنيا صح، أهم من أنا أسولف وأناقش نقاشات عقيمة ما لها نتيجة، وأهم من عيني تشوف منظر جميل يتم في ذاكرتي لحياتكم قدر المستطاع تكون حلوة. حلو، يعني هي رسالة حق الإعلامي. اقرأ اللي اقرأ وايد ركزت على لا تنسون أنت وأمة اقرأ، اقرأ حكمة ربك، اقرأ. شلون أنتم اقرأ لا تقرأ؟ يعني تبي تطور نفسك في كلامك، في ثقافتك، في كل شيء في كل شيء راح تمشي في الدنيا، في تعاملاتك، في الذكاء الاجتماعي، في تصرفاتك مع البشر. اقرأ. شنو علم النفس؟ علم النفس هذه بحر عود وجميل ولذيذ، مع انه ايش كثر اضيع فيه، على كثر ما اقرا فيه. وايد تقرا في علم النفس، وايد اضيع فيه. انا مره احد الامتحانات علم النفس دكتور وايد شيء يعني من ذي الدكاتره تعرف اللي يقول جملتين انت شنو قلت؟ تعرف النوعيه. ويانا في الامتحان قلت انا ساقط، وقريت وشرح لي وما فهمت. اعلى معدل كان علم النفس. ما شاء الله. شلون لا تسالني الحين؟ لان انا على قناعه اللي تقراه صدقني حتى لو ما فهمته ترى يتم ورا يتفاعل بحكمه ربك شلون يظهر. سبحان الله. زين. ليش؟ لان اللي يقوده الشغف والحب، حاب الشيء والله ما يضيع، مو حابه والله لو شو تسوي في عمرك ما بتوصل. كلام جميل من شخص يعني ملهم، استفدنا منك وايد شفت الساعة. زين. احنا يعني هذه في ختام البودكاست. والله ان احنا ما شبعنا منك، ان حبيبي موسوعة فيكم. وانا يعني راهن للمشاهد احنا لازم نفس ما كل دولة توثق حق ابنائها توثيقات، احنا ترى لازم نسوي وثائقي من سلسلة حق الفنان الاعلامي عماد عبد الله. وهذا وعد على ان احنا اكبر من حقي والله ان نوثق هذه السلسله وتستاهل كل خير. ان احنا ترى نفتخر فيك حبيب البحرين يفتخرون فيك، وهذه على راسي كلهم اكبر فوق. دعم لنا وحق الشباب اللي ورا الكاميرا واللي انا اليوم موجود. ان شباب بحريني الله يوفقكم. وانا يعني انا لا احب العنصريه ولا احب التفرقه، ولكن انا اعترف انا وايد عنصري ومتطرف للشاب البحريني. الله يجزاك خير. بشكل عام الشاب البحريني متطرف تطرف تام له. لا تلومني
لكن مال المدينه مال المدينه مال المدينه استانس يمكن ساتز راسك تايلاند مال المدينه خلاص عقب نداور ويا عماد مسافر. في نقطه اخيره بقولها للشباب، نقطه اخيره هاي ما بحسبها لكم ان شاء الله. تمام. في نقطه اخيره بقولها، بلادك انت في مركب واحد بلادك، لا تقول لي سني ولا شيعي ولا عجمي ولا هولي ولا حتى مقيم، بلادك حافظ على هذا التماسك، ما راح تنعم ولا تنعم خير هذا البلد، ولا راح تطمئن إلا ما تشيل فكر تام عن هذه. كل واحد له معتقده، وكل واحد يحترم هذا المعتقد، وكل واحد له أصول. بلادك تحمل، تفكر. عمري ما نصحت، ما أحب أنصح، ودائما أقول اللي تحبه اللي تبي، إلا هذه أقول لك خذها من قلبي، لأن هذه أمانة راح يحاسبني عليها رب العالمين في الآخرة إذا ما قلتها. وأقولها في كل مكان، لا تقولي لا شيعي ولا سني ولا هولي ولا عجمي، بلادكم أنتم كلكم بحرينيين بس. الله يجزاك خير حبيب. بعد هالكلام الله هذا عليك. الكلام اللي احنا نقول اول شيء نفتخر فيك. شكرا اللي الانسان اللي ما يفرق بين احد. شكرا. وهذه فخر للاعلامي عماد عبد الله. شكراً. والله انت فنان واعلامي وقدير، وهذا الدرع ترى للعلم بقول لك عنه مو اي احد يستلمه غير حبيبي. الفخر. الله يطول عمرك. واحنا في هذه المنصه نفتخر في كل شاب بحريني يقدم شيء للبلد. توكم باجين بتابعكم، تحملوا تخفقون، لا عليك ترى ما برحمكم. الله ابشر. اصلا انتم السند حبيبي، والله انتم السند اللي تبونه. والله انه يعني بالعكس احنا نبي مثلكم كذي يقون، لا يتركون الساحه لمن هب ودب في شبكه التواصل الاجتماعي. الناس اللي قلبها على بلادها، الناس اللي قلبها على ديرتها، الناس اللي قلبها على فكر الأجيال الجاية، لا تترك الساحة وتسكت. احنا نوقف معاها، بالعكس هذه منا علينا أيضا. أنتم تمنون علينا أنكم ناديتونا، لأن واجبنا أن احنا نوقف معاكم. الله يجزاك خير. وهذا أكبر دعم، وهذه احنا أساسا اليوم طاقة للشباب كلهم. أساسا من عطيتهم أنت اليوم الموافقة، ما تدري شنو الطاقة اللي ألهمتنا. الله يسلمك. بإذن الله من بعد كلامك ومن بعد هالقعدة الحلوة اللي نقول احنا لا فيها رسميات ولا شيء، هذا عرف انه وعد ان شاء الله احنا بنستمر ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. الله يوفقكم وعيوني لكم اللي تأمرون. تسلم عيونك. الله يسلمك. جزاك الله خير. مشكور حبيبي. السلام عليكم.